ليه بيوت كتيرة بتبدأ بحب وبتنتهي بخلاف؟ العلاقة بين الزوج والزوجة مش مجرد مشاعر بس، دي رحمة وعشرة وميثاق غليظ. دايما كل واحد فيهم بيحاول يثبت ان هو صح، بس للأسف مش كل واحد بيحاول يحافظ على البيت إلا نادرا طبعا يعني. المشكلة إن كتير فعلا من الأزواج بيحولوا الموضوع لساحة حرب، مين يكسب ومين يخسر. مع ان لو الاتنين كسبانين او خسرانين، في الغالب البيت هو اللي بيتأثر والاولاد اللي في النص هم اللي بيتأثروا. يعني ان كان الزوج كسبان او خسران البيت بيتأثر، الزوجة نفس الكلام. فالحياة الزوجية ما فيهوش يعني مين يكسب ومين يخسر. تمام، لازم انا اتنازل شوية وهي تتنازل شوية، المركب تمشي. تمام، مش لازم انا اطلع صح في كل حاجة او هي صح في كل حاجة. تمام، التنازل والتغافل من اساسيات الحياه الزوجيه فعلا، يعني من غير التغافل ومن غير الانسان يعدي ويكبر دماغه. مش في كل حاجه طبعا، مش في الحاجات المحرمه طبعا، او في يعني في حاجات تافهه كتير فاهمني، بتكبر على ما فيش، صدقوني والله يعني حصلت معايا وحصلت مع غيري وبيوت بتتخرب على ما فيش، يعني على حاجات يعني كانت ممكن تعدي بأسهل ما يمكن. تمام، بس الشيطان لما بيخش والعصبية والكبر، وده عايز يثبت نفسه ودي عايزة تثبت نفسها، آه الدنيا بتتخرب يعني. اللي بيعدي هو اللي بيكسب. تمام، بس طبعا مش معنى كده تيجي على كرامتك. تمام، بس في حاجات كتير احنا بنحسبوها كرامة وهي بعيد كل البعد عن الكرامة. تمام، بس الشيطان بيكبرها في دماغ الراجل او الست، دي كرامة وده الكبر، يعني فاهم. الكبر اللي بيهد الدنيا. والحل بسيط والله، الحل بسيط جدا يعني. في كتير من المواضيع بتخلص بالسكوت. سكوت يعني ما تكلمش، او انت نفس الكلام ما تتكلميش، هتلاقي الموضوع خلص. تمام، وبالاحترام المتبادل. ولو كل طرف شاف التاني هو السند ليه، بجد والله مش الخصم، البيوت هتبقى جنة. البيت هيبقى جنة فعلا يعني. فنصيحة، حافظوا على بيوتكم، حافظوا على بيوتكم وعدوا لبعض.